السلام لي ماما صافا بزاف ديال لي كيسيون اللي جاوني على الحويجات ديال شهر 8 فبحالهم تقريبا بحال الحوايج ديال شهر 7. الوغ البيبي سويفيتمون سون مونج و بيان سور لا غرونويير واخا الحال سخون ضروري نلبسوهم شي حاجه بالكميمات والرجيلات هكا مسدودين طريبش ولي موف ديالهم. لا كوش نيميرو 2 اللي كنحتاجو البيبي، لا سيرفيات باش نمسحوا ليه ولا ندوشوا ليه، وبيان سور هاد لي زور بالنهار كتكون الحراره الصراحه كنديروا غير هاد لي زيرات هادو، مي بالليل شويه شي مرات يكون الحال بارد كنحتاجو بحال هاد ديكوفيرتور خذوهم غير رقاقين بزاف. الوغ لي كوش ديال الماتيرنيتي كل مره كنوريكم الشكل، وبيان سور هاد لا بروس زويونه ولو جيل لافون اللي غنغسلو به لو بيبي حتى ما غسلنالوش كامل كنغسلو غير الشعير ديالو. الوغ الله يفك على فوالا البنوته من بعد ما لبسات الكسيوه. الوغ هاد الكسيوات هكا اللي بالكميمات والليدات خذوا غير جويجات كافيين، ابري خذوهم غير هكا سون مونش ولا دومي مونش. انا ديجا كنبارطاجي معاكم بزاف ديال لي باج اللي عندهم بحال هاد باش كنقول لكم البيبي خصو يسخن، لان شو كي كيخلقوا باليدات زريرقين شوف عاد خصنا نسخنوه مزيان عاد كيرجع ليه اللون. وهذه لابوس اللي كنقول لكم عليها ديما هاد البقاله فهي كترجع الراسه، لان هذه ولاده طبيعيه تبارك الله 2 كيلو 500 الوزن ديال البيبي، فمع الزحمات والبيبي بقى حاصل بزاف مي راه كترجع ما كنديرو حتى شي حاجه من غير الطرابش. الوغ الحمد لله على سلامتها الرجيلات كيزريرقين شتي، فضروري لي غرونويير اللي فيهم هادوك الرجيلات سينو نجيبو ليهم تقيشرات، راه غير واحد شويه كيسخن البيبي وكيرجع الحمد لله مزيان. طريبش وليمو في ضروريا واخا شهر 8 ضروري نجيبوهم، لان البيبي اهم حاجه خصها تسخن ليه هما هاد لي زيكستريميتي ديالو اليديدات والرجيلات. لبسها بغيت غير واحد الميساج نوصلو للناس اللي كيكونوا مع لا ماما اللي كتكون حامله، فارفقوا بها شي شويه، تهلاو فيها ما تفقسوهاش، حيت فريمون حنا هنا ما كنشوفوش غير العيالات اللي كيكونوا غادي يولدوا، فكنشوفوا حتى لي ماما اللي كيكونوا عندهم في الحماله 6 شهور 4 شهور جو سي با شحال كيكون عندها في الحماله، وكيجيو في حالات مساكن تيبقاو فينا كيبكيو مفقوسين. السبب هو انهم ان كونفلي مع شي حد من لا فامي جو سي با كي، فوالله العظيم لا فام في ديك المرحله عندها ان شونجمون لو كور ديالها، الجسم ديالها تبدل عليها لي زورمون، فبزاف ديال الحوايج اللي كيخليوها كتولي سونسيبل ديك السيده، كتولي اي حاجه كتاثر فيها. فكما قلت لكم لا فام في ديك المرحله راه ما كتنساش لا اللي كيدير فيها الزوينه لا اللي كيدير فيها الخايبه، فالوغ ديروا فيهم حاجه زوينه وتهلاو فيهم باش يعقلوا لكم عليها. والله العظيم الا مساكن راه كيكونوا محتاجين بزاف اللي يوقف معاهم. الوغ شكرا بزاف اللي تهلا في اي مراه حامله وخدا بيديها حتى تفكات على خير، وبيان سور حتى المرحله ديال النفاس حتى هي ماشي سهله، فتهلاو في عيالاتكم. تبارك الله ولاده طبيعيه الاولى لا مامون صباره ما شاء الله عليها وعاوناتنا الحمد لله على سلامتها، والله يفكم كاملين على خير. اهم حاجه البيبي ما يكونش الوزن ديالو كبير باش كتجيكم الولاده سهله. ديما كنقول لكم نقصوا من الماكله ولا لا كونساي بوغ لي مامون اللي حاملين دابا الله يعطيكم الصحه شربوا الماء مزيان باسكو في هذا الصيف راه دغيا تيشفوا لي بيبي ديالكم، فحاولوا واحد 3 4 لتر ديالكم تشربوها باغ جور داكور، وعسوا الحركه ديال البيبي، لان مثلا السيده اللي دازت قبيله سيزاريان راه ملي حسات بالحركه ديال البيبي نقصات مشات ودارت لها طبيبه الكازا ايفيكتيفمون لقات البيبي ناشف من الماء وداز اون يورجون سيزاريان، فلهذا ردوا البال انكم تشربوا الماء مزيان.